نشر واحد الترند مؤخرا تاع لا ميزير، يصوروا الولايات متسخه، ولايات الوسخ منتشر في كل مكان. انا في هذا الوسخ هذا تفكرت واحد الحاجه، تفكرت عمي بن عوده، عمر بن عوده هذا كان رئيس دائره وكان امين عام في ولايات كثيره، وكان يعني مدير عام لممتلكات الدوله. هذا الشخص هذا كان يخدم من وقت بومدين حتى لزروان، نهار اللي تعسكرت الدولة الجزائرية وأصبح العسكر يعني هو اللي طاغي في الإدارة، في الإدارات المدنية، جبد نفسه وأصبح حتى معارض، وسجن والتقيت به أنا في سجن منيعة، كانت زنزانته وحدة الزنزانة نتاعي. جبدنا هذا الموضوع تاع الوسخ منتشر في الولايات، في كل مكان الوسخ منتشر. قال لي على بالك يا ابني، قال لي الولايات الجزائرية تتعاقد مع 100 شركة، 100 شركة نظافة. قال لي على بالك هذيك ال100 كاملة شركات وهمية، قال لي هي شركات لأبناء قادة النواحي العسكرية، أبناء الجنرالات وزوجات الجنرالات، وقال لي حتى صديقات عشيقات لبعض الجنرالات، قال لي يدير لها شركة وهمية بطريقة قانونية. هذيك الشركة ما تخدم ما تنظف ما حتى حاجة، ولكن هذيك الشركة كل شهر تدي 20 مليار 30 مليار من الخزينة العمومية بحجة تنظيف الولاية. وقال لي كل شركة حاكمة دائرة من الدوائر. انت كي تخرج تلقى الدعوه موسخه، وتخلص من لاباي تاعك نتايا، تخلص الضريبه على النظافه، وتخلص ثانيك في الفاتوره تاع تريسيتي والماء والغاز، راك تخلص واحد الضريبه معينه باش ينظفوا لك الولايه تاعك وينظفوا لك الحي تاعك. هي اللي من تروح للاشخاص اللي ذكرناهم. عسكرة الدولة الجزائرية يكمن في هذا الامور هذه. لما قائد الناحيه ولا الجنرال يخرج لك الجنود تاعو لابسين سيفيل، لابسين لبسه سيفيل، تشوف الناس تقول انت الناس راهي تنتخب، هما كلهم جنود يشاركوا في العمليه السياسيه ويشاركوا في الانتخابات ويأثروا ويكون لهم وزن في الوعاء الانتخابي بميزات. الميزه هذه لما قائد الناحيه يدير لك هذا الامر هذا لازم تعطيه امتيازات وتعطيه ملايير من الامور هذه. والضحيه شكون هو؟ الضحيه هو الشعب. شوف هذا اللي راح تسمعوا دركا رئيس اكبر تجمع حزبي في الجزائر، رئيس اكبر حزب في الجزائر. يعني لما تقول افلان كيما الحزب الديمقراطي تاع امريكان ولا الحزب الجمهوري، ولا يعني الميزانيه تاع الحزب هذا اللي يديها كل عام من وزاره الداخليه من الخزينه العموميه تقدر تعيش تونس عادي جدا. يعني اي منتمي لهذا الحزب ولا رئيس القسيمه تاع هذا الحزب في 48 ولايه، كاين كل ولايه فيها رئيس القسيمه، المرتب تاعو يفوق 40 مليون بلا البيزنس بلا المشاريع. اسمع واش يقول يرحم بابا. 60 سنه المخزن يراهن على عامل الوقت، وكان يتوقع بان هذا الجيل الذي اعلن الثوره المسلحه وتحرير الشعب الصحراوي عن طريق جبهه البوليزاريو كان يعتقد بهذه الامر متعلق بجيل فقط معين. عندما ينتهي هذا الجيل سوف تنتهي هذه القضيه. ولكن صور الملاحم التي يعطيها لنا الشعب الصحراوي يوميا في الاراضي المحتله في العيون والداخله في نفس هذا الشخص قبل 4 سنوات تقريبا راح لنفس المكان تيندوف، وقال لهم باللي تيندوف راح تولي كيما دبي وصبروا علينا غير عام برك ولا عامين، راح تكون هذه المنطقه راح المستقبل عندها تولي احسن من دبي ان شاء الله. غريب انه هذا حزب الافلان يستمد اسمه من الشرعيه الثوريه وخطاباته كله على الثوره وعلى كذا والمروك والبوليزاريو وفلسطين ومنه، ويتحاشى ويتغاضى وضع البلاد المزري، اقتصاد مجهول، خطة سياسية مجهولة، مستقبل وآفاق مجهولة. يعني من سيترشح للرئاسيات ومن سيقود الجزائر بعد تبونة في عمره 80 سنة والرجل مريض ومرغم على البقاء في قصره ولا يزور ولايات ولا يتفقد الوضع المزري للولايات. وضع مزري، لا تنمية لا اقتصاد لا نظرة لا. هذا الحزب هذا اللي الميزانية نتاعو الملايير كل سنة، ماذا قدم للوطن؟ انت كي راك تستهلك اموال ضخمه من الخزينه العموميه ولك قسيمه ولك مكتب في 58 ولايه، عندك عمال وعندك مناظرين يتقاضوا اموال من الخزينه العموميه. ما هو عملهم؟ عملهم الاحزاب السياسيه عملها ايجاد الحلول السياسيه والاقتصاديه للبلد واعداد القاده والسياسيين يعني حل مشاكل الشعب. انت واش خدمتك كسياسي؟ انت واش خدمتك؟ تحكي لي انا على الثوره وعلى بوليزاريو وعلى فلسطين وعلى واش راح نستفاد من الخطاب تاعك؟ انا واش راح نستفاد كمواطن جزائري؟ حلول، اعطونا حلول للبلد، حلول البلاد وين راهي رايحه، البلاد وين راهي رايحه. والغريب انهم نفس البشر يصفقوا
ومنا. شوف كيفاش تعرف الجزائر القديمة والجزائر الجديدة، وكيفاه تفرق هل أنت في جزائر جديدة أو جزائر قديمة أم جزائر قديمة أتعس من الجزائر القديمة السابقة. الطاهر ميسوم شخص كان يتكلم في زمن العصابة، وكان يصف وزراء بالحركة والفاسدين والسارقين. شفناه كاع كيفاش كان يطاكي يحيى ويطاكي سلال ويطاكي كبار مسؤولي الدولة، وكان معارض بامتياز تحت قبة البرلمان. وحاولوا يشروه وحاولوا يسكتوه، هو رفض، لأنه إنسان صراحة كان عنده المال. هو قبل ما يدخل البرلمان كان صاحب مال وصاحب شركات، فما كانش محتاج أنه يزيد يشريه. أما في جزائر تبون الجديدة الرجل تم تشميد ماله ومشاريعه وتم سجنه وقمعه، يعني السيد داروا له كاع الأمراض. الناس ما حبوش يفهموا بأنه قوة الدول تكمن في قوة معارضتها، لأنه المعارض السياسي ليس بخائن للوطن. المعارض هو يملك نظرة غير نظرة النظام، ويملك خطة غير خطة النظام، ويرى بأن النظام خاطئ في خطته السياسية والاقتصادية، وبأن هذا المعارض له طموح أن يصبح يعني رئيسا ويغير. وطبيعة النظام الجزائري هو نظام سياسي ديمقراطي، كل إنسان جزائري له الحق في ممارسة السياسة والوصول إلى السلطة. أي جزائري يحمل بطاقة تعريف يتمتع بالحقوق المدنية يحق له المعارضة ويحق له ممارسة السياسة. أما في زمن بوتفليقة فكان من يلتف حول بوتفليقة هم رجال أعمال سراق وعصابة. الآن من يلتف حول تبون هم رجال من أخطر الناس على وجه الأرض. يعني في زمن العشرية كانوا أرجعهم تبون، هذا حسين بولحية ولو شعيطول وجبار مهنا وهذو السفاحين هذو اللي ارتكبوا جرائم حرب في التسعينات، رجعهم تبون التفوا حوله عسكروا الدولة الجزائرية. ما بل لا نظام ملكي، لا نظام إمبراطوري، لا نظام ديكتاتوري، ما تفهمش كاع طبيعة النظام هذا. إفراغ الساحة السياسية من حمولتها وضم كل الأحزاب إلى الصف. يعني تشوف بن قرينة ينادي بعهدة ثانية لتبون، حماس تنادي بعهدة ثانية لتبون، الأفلان ينادي، الآراندي ينادي بعهدة ثانية لتبون. ما كانش معارضة، ما كانش منافس سياسي على كرسي الرئاسة لتبون. الساحة السياسية فرغت. نكاز هبلوه وهربوه من الجزائر. الغديري هذاك بالرغم من ضعفه السياسي وما يخوفش أصلا خبطوه ب6 سنين حبس و10 سنين ممنوع من الترشح للرئاسيات وسحبوا منه الحقوق المدنية. الطاهر ميسوم وأي واحد يتجرأ يقول كلمة يعدموه سياسيا، يعدموه، يا إما تنضم للصف يا إما يتم إعدامك. ورانا هذه جزائر قديمة ولا أتعس من القديمة ولا جزائر جديدة؟ ما فهمناش. ورئيس مغيب لا يزور ولايات. لقيت سؤال في التعليقات طرحه كثير من الشباب يقول لك واش تقصد بعسكرة الإدارة واش تقصد بعسكرة الدولة؟ فهمنا. صدفة لقيت بث مباشر دركا في التيك توك يتكلم صاحب البث على مستر آبي صحفي جزائري، قال لك تعرض إلى مضايقات من الإدارة المحلية ومن والي ولاية وهران وراحين يدخلوه للحبس. هذه هي ما معنى عسكرة الإدارة. لما المسؤول الجزائري مسؤول في إدارة مدنية، مسؤول خدمته أنه يواجه الشعب، يلقى مشاكل، يلقى حلول لمشاكل الشعب، سواء مشاكل في السكن، سواء البطالين، سواء التنمية، طرقات، اللي عنده مشكل ما عندهمش مدرسة، اللي ما عندهمش طريق، الريف، كاع هذو المشاكل يحلهم. اللي حطوا الإدارة المركزية ماشي انتخبوا الشعب، حطوا الإدارة المركزية، حطوا في تلك الولاية باش يلقى حلول لمشاكل الشعب، ويزيد لهم فوق الحلول يزيد لهم كذلك تنمية ويزيد لهم ازدهار. لا احنا المسؤول الجزائري يتهرب من العمل تاعو بعسكرة الإدارة. انك تلقى انت كنت بطال تلقى روحك في مواجهة شرطي، انت ماك لا مجرم لا بائع مخدرات لا كسرت لا حرقت ما درت والو، انت فقط راك داير وقفه احتجاجيه او حبيت تشوف الوالي او حبيت تتكلم مع مسؤول او راك تطالب بسكن، تلقى روحك في مواجهه الشرطه والدرك الوطني رافدين المطرق ورافدين كليموجان وجايين يواجهوا فيك. تتساءل تقول انا هذا واش دخلوا؟ بوليسي واش دخلوا؟ بوليسي خدمته حفظ الامن، خدمته يروح يحوس على المجرمين، على بائعي المخدرات، على القتله، على الارهاب، على واش علاقته بيا انايا؟ مواطن جزائري نطالب بحقوقي. هذا المسؤولين هذو ما علاش دارتهم الاداره المركزيه؟ علاش عينهم رئيس جمهوريه؟ واش خدمتهم؟ مادام كلش راهو يروح للقضاء ويروح لابوليس، رانا نشوفوا غير لابوليس راهم في الميدان، اي واحد عنده مشكل تلقى لابوليس مقابلينه. واش خدمه المسؤول؟
هذا ما معناه عسكرة الإدارة. على بالك باللي هذا الشرطة ولي جوندارم الميزانية نتاعهم بالملايير. كاين 4 مليون شرطي في الجزائر، كاين نصف مليون دركي. عباك هادو لو كان المسؤول يخدم خدمته اقسم بالله العلي العظيم شحال توفر الجزائر من ملايير في الخزينه العموميه، وهذوك الملايير تقدر تبني بهم شركات واستثمار وتطور بهم البلاد. بصح دراهم وين يروحوا؟ كلهم للعسكر ولي جوندارم. ومن بعد يقول لك لازم باش نحموا البلاد. تحمي البلاد من الشعب، تحمي البلاد من الشعب. هذوك عندهم مشاكل اجتماعيه يحلها المسؤول ماشي الشرطي. الشرطي ما يقدرش يحل مشاكل اجتماعيه. الشرطي خدمته يدي للحبس الناس، هذا ما كان. فانت يا مادام تبعت له الشرطي راك تتهرب من مسؤوليتك. هذا ما معنى عسكره الاداره. هاد الناس على ما حبوش يفتحوا استثمارات وما حبوش يفتحوا شركات باش الشعب يقعد له خيار واحد، يا اما يهجر في بوطي يا اما يلتحق باسلاك الامن. هذا اتصلوا بي عائلات من وهران يشكوا بانهم مرميين في الزنقه. في الوقت هذا اللي راني نكلم فيكم راهم مرميين في الزنقه، بانيين خيم وعايشين في الزنقه. هذا والي ولايه وهران يعني استغل العلاقه اللي بين بنته وبين وليد تبون، فحب يطغى ويتجبر على خلق الله ثم في وهران. انا نستغرب كيفاش واحد هوملس متشرد في وهران وكاين آلاف السكنات مخلوقين في وهران. نقول لكم تاع من السكنات هذوك. على بالك باللي المسؤول الا راك حاب يمرر لك اي ملف اعطيه سكنه في وهران. آلاف السكنات معطيه لابناء لي جينيرو، ابناء المسؤولين والمسؤولين. باسكو على بالكم وهران واش يروحوا يديروا فيها؟ وهران دايرينها ولايه سبيسيال ليهم هما، يزهاو فيها ويفسقوا فيها ويديروا فيها الفجور. آلاف السكنات مخلوقه، وابناء وهران ابا عن جد مرميين في الزنقه وبانيين الخيم. هذو ابناء كيمو في الثانيه في وهران. يقولوا بانهم لديهم كل الاثباتات والادله انهم يستحقوا سكن، واكبر اثبات انك جزائري تستاهل سكن ما دام عندك عائله. تخيل انسان عنده عائله واولاد مرميه في الزنقه، وانسان عنده سكنه في وهران داير لها غير للفجور والفسق وماشي شاريها بدراهمه. عاطيها له والي وهران، والله عاطين آلاف السكنات الابناء لي جينيرو، ابناء المسؤولين مغلوقين برك، ولاد وهران مرميين في الزنقه. انا اللي غاضتني في لافير هذه كومبلي انه هذا والي وهران راهو يشوف في روحه فرعون، طغى تجبر خلاص، راهو يشوف في روحه اقوى من تبون باسكو بنته عندها علاقه مع وليد تبون. هذا والي ولايه وهران غلق على الصحافه، ممنوع الصحافه تدخل ولايه وهران وتصور اي مشكل يصرى في وهران. والدليل هذاك ابي صور مشكل خفيف راهو يستنى فيه الحبس. كاين واحد الصحفي واحد اخر حب يهضر على الوزين تاع الياجور اللي غلقوا ثاني والي ولايه وهران بعماله لفرنسا مباشره، لانه الامر يتعلق بفرنسا. غلقوا لوزين تاع الياجور هذاك. صحفي حب نوا يهضر راهو في الحبس دركا. صحفي مازال ما هضرش، مازال ما مررش، فقط لقوه يصور، رفدوه داو الحبس. يعني قوه عسكريه تحمي في الاداره المدنيه، قوة عسكرية اللي الأصل أنه العسكر يروحوا يحوسوا على المجرمين ولا منا، ما يحوسوش على المواطنين اللي ما عندهم حتى جرم، فقط أنهم يطالبوا بحقهم. أصبح المسؤول يتقوى على الشعب بالقوة العسكرية وببنته اللي عندها علاقة مع وليد تبون. تجي تفهم. قال لك 5 جويلية مسيرة رد الاعتبار طاهر ميسوم. أخي العزيز، أنا لو كان جيت في الجزائر ولو كان جا يعني عندي جمهور ونقدر يعني نأثر وكذا، على بالك رد الاعتبار لمن يكون اولا يكون 30 جنرال من جماعه القايد صالح اللي راهم في السجون. على ذوك ماشي رجال، انا ذوك نعتبرهم رجال، اداروا المرحله برجوله 10 شهور وهما حاكمين زمام الامور. ما طغاو، ما دخلوا واحد للحبس، ما قتلوا، ما اسالوا دماء، ما داروا فتنه في البلاد، بالعكس اداروها بحنكه وسلميه. الى يومنا هذا راهو يضرب بها المثل في العالم. ماشي جماعه شنقريحه، جماعه القايد صالح اللي قتلوه وداروا على الجناح تاعو ورموهم كاع في السجون، واللي ما قدروش يرموهم في السجون قتلوهم، مثل الجنرال العليميه وبن عيمور والجنرال صايب اللي مات في طونوبيلتو، هما اللي قتلوه، قال لك لقاوه ميت في طونوبيلتو. وكثير من الجنرالات تاع جنرال هذاك تاع جيجل، كثير من الجنرالات داروا عليهم. والجنرال قايدي اللي اختفى يعني من خيرة شباب الجزائر، 47 سنة في عمره، جنرال يعني عنده واحد الهيبة، واحد التربية، واحد الأخلاق، اختفى، ما زادش بان كاع،
ما زادش بان خبروا. كثير من الجنرالات من 2019 ما زادوش بانوا، داروا عليهم جماعه شنقريحه. هذوك هما اللي الشعب يستاهل يوقف معاهم. وقفوا مع الشعب، وقفوا مع الشعب، ووقفوا مع الجزائر، وسلموا الجزائر الى تبون. ومن بعد تبون لما بدات الاغتيالات وبدات تصفيه الحسابات، سيد اغلب الظن انه مرضوا. هذاك اللي راح بسبته لالمانيا كان بسبب هذا الصراع. هذا السيد ما فهم والو، لقى روحه في بين عصابه يعني لم تخطر على باله انه في الكواليس راهو يصرى هكذا السيد. وحتى افعال تبون وتصرفات تبون توحي بان الرجل والله ما هو حايب يقعد في السلطه، والله ما هو حايب يقعد في جد السلطه، لانه السيد ما هو يدير لا في بهرجه تاع عهده ثانيه، ما هو يضخم في نفسه لا في الاعلام. راهو السيد حاكم القصر تاعو مريح وكانه مختطف، والله وكانه مختطف من طرف عصابه. الله يستر وخلاص. خايف انا هذول يجينيرو يديروا لنا كيما البرهان وحميتي تاع السودان، ويخرج الصراع تاعهم للعلن بالدبابات. ربي يستر.